فاكهة النهارده بقى أنا باسميها صديقة مريض السكر، ليه باقول ده؟ أولًا غنية جدًا بالمنجنيز، المنجنيز بيحفز لي البنكرياس إن خلايا بيتا سيل تطلع لي أنسولين، يبقى رقم 1 هيحفز لي البنكرياس على إنتاج الأنسولين، رقم 2 غنية جدًا بالمغنيسيوم، يعني إيه مغنيسيوم؟ طول ما مستويات المغنيسيوم كويسة في جسمك كمريض سكر، كل ما مستويات السكر في الدم بتنخفض، لكن لو أنا عندي مستويات قليلة من المغنيسيوم ده بيخلي سكر الدم يكون مرتفع، في علاقة قوية جدًا ما بين المغنيسيوم ومرضى السكري، ركّزي معايا يا ست الكل الكلام ده مهم، ركّز معايا سيدي الناس ورقة وقلم واكتبوا ورايا، مغنيسيوم ومنجنيز غنيين جدًا في الفاكهة دي، رقم 3 البوتاسيوم، والبوتاسيوم يعني صحة قلب وصحة شرايين ومرضى الضغط بيبقى مهم جدًا بالنسبة لهم البوتاسيوم، مش بس كده الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، الناس اللي عندها مشكلة في الكوليسترول، الناس اللي هي عندها أو خايفة من الهشاشة، ليه؟ لإن غني جدًا بالكالسيوم والمغنيسيوم زي ما إحنا قلنا، فبالتالي كالسيوم ومغنيسيوم مستوياتهم كويسة في الجسم فهيمدّني بالعناصر اللي هي بتبقى مهمة للناس اللي بيبقى عندها مشاكل في الهشاشة أو خايفة تدخل في هشاشة. كمان غنية جدًا بالألياف، والألياف دي بتبطّئ لي على إفراغ المعدة، فبالتالي بتعلّي إحساس الشبع، وبالتالي ما مش بعد ما آكل أبُص ألاقي يحصل spike للإنسولين أو يحصل ارتفاع مفاجئ لسُكّر الدم. كمان حمل جلايسيمي منخفض ومؤشر سُكّري منخفض، يعني إيه؟ يعني كمية النشويات اللي فيها قليلة، وكمان مش هترفع لي سُكّر الدم، لإن هي غنية جدًا بالألياف. كمان نقطة خطيرة أوي في الفاكهة دي يا جماعة، فيها مضادات أكسدة قوية أوي، زنك موجود، فيتامين إي موجود، سيلينيوم موجود، فيتامين سي موجود، إيه ده! ده درع حماية، إحنا مش بنتكلم في زنك بس أو سيلينيوم بس أو فيتامين إي، لا، لا، لأ، ده فيها كمية مضادات أكسدة غير طبيعية، واللي مش فاهم يعني إيه مضادات أكسدة فايتك كتير أوي يا سيدي الناس. مريض السكري يا جماعة عنده مشكلة خطيرة إن التهابات الجسم بتكون عالية نتيجة مقاومة الأنسولين اللي بتبقى موجودة، فبالتالي الخلايا عمّالة بتبوظ، في حاجة اسمها free radicals أو شوارد حُرة، بتبدأ تخبّط في خلايا الجسم وتعوّر في خلايا الجسم، فبالتالي بيعلّي أكسدة الجسم وده يزوّد المشكلة أكتر، فأي أكل أو أي فواكه ألاقيه غني بمضادات الأكسدة لازم تدخل في روتينك اليومي علشان بتساعد إن هي تحمي الخلايا بتاعة الجسم من الأكسدة اللي بتحصل في الجسم، ومرضى السُكّري أصلًا هو بيحصل عنده مشكلة في الأكسدة دي أكتر لإن في حاجة اسمها جلوتاثيون بيروكسيديز إنزيم بيقل إنتاجها نتيجة مشكلة السكر العالي في الجسم، وصلت؟ طب يا دكتورة الفاكهة دي خلاص والله إيه بقى؟ عبارة عن إيه طب حضرتك قولي لنا كل الفوايد العظيمة دي، بُص يا سيدي الناس، أولًا هاقول لك أنت هتاخد الحصص بتاعتها قد إيه، معانا إيه؟ التين الشوكي، أيوه، التين الشوكي، التين الشوكي يا جماعة كمية الدراسات اللي اتعملت عليه ده لدرجة إن هو بيقول لك لو أنت بتاخد أدوية زي أي أدوية بتاعة السكر دي لازم تبُص على مؤشر سكر الدم، لإن هو ممكن يعمل على انخفاض سكر الدم من كمية الفوايد الموجودة فيه. الثمرتين دول عاملين تقريبًا 100 جرام، فبالتالي دول يعتبر حصة من الفواكه، لو أنت عايز تاخد في اليوم يبقى تاخد من ثمرتين ل4 ثمرات. التين الشوكي فوايد غير طبيعية. ولو أنت مريض سُكّري وعندك قناعة أو mindset إن ممنوع عني الفواكه، السلسلة دي باقول لك لأ، الكلام ده مش مضبوط، وفي فواكه كتيرة جدًا أنت تقدر تدخّلها في يومك ومن غير ما نرفع سُكّر الدم، بالعكس ده هتعمل لي على انخفاض السُكّر وكمان بتحفّز لي البنكرياس على إنتاج الأنسولين، ماذا أقول؟ واكتب لي بقى تحت في الكومنتات لو أنت عارف فوايد التين الشوكي وalready بتدخّله معاك أو أنت أول مرّة تسمع عن التين الشوكي وفوايده وهتبدأ تدخّله معاك، واشوفكم دايمًا على خير وصحة وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.